دفاع الاهلي. طيب الاهلي بيخرج ازاي بالكوره؟ الاهلي دايما بيخرج بثلاثه ورا. محمد هاني لو موجود بيخرج هو بالكوره مع الاثنين مدافعين، بس لو مفيش محمد هاني بينزل اهم لاعب في مصر، احرف لاعب في مصر في الوقت الحالي، امام عاشور. هو اللي هتلاقيه بيطلع بالكوره، وفي نفس الوقت بعد 10 ثواني بس هو اللي بيسدد الكوره بشماله وكانت هتيجي هدف. هو اللاعب اللي هتلاقيه وينج يمين، هو اللي هتلاقيه وينج شمال، هو اللي هتلاقيه راس حربة، هو اللي هتلاقيه واقف على البلانتي عشان الكرة بترجع له وبيجيب هدف. خلينا نشرح إمام عاشور بالتفصيل شوية ونشوف بعض اللقطات تبين لك قد إيه اللاعب ده لو ركز أكتر كمان أكيد هيطلع أكتر من كده بكتير. مرعب في تحركاته، مرعب في كل شيء في الملعب. عماد النحاس الحاجة الواضحة اللي بيعملها، اللي من وجهة نظري أي حد المفروض يكون شايفها، هي اللامركزيه للاعيبه الهجوم كلها. بن شرقي وطاهر وامام ووسام محدش بيقف مكانه. دايما بتلاقي في تحركات، امام مره وينج، بن شرقي بيخش، وسام بيتحرك على اليمين، وطاهر دايما بيخش لجوه مكانه. وده اللي حصل في اللقطه دي. لو بوريك الصوره دي، فهنا امام في مركز 10 طبيعي جدا، وهنا طاهر عامل سويتش مع هاني، ووسام وبن شرقي في اماكنهم. ما عداش ثانيتين امام بقى وينج مكان بن شرقي، بن شرقي دخل للعمق، وبعدها بلحظات بقى راس حربة إمام عاشور تاني. شوف كام تحرك بيتحركوا إمام. وسام قرر ياخد المساحة الفاضية اللي طاهر سابها وبدأ يضم للعمق، وهنا حكاية الهدف الأول. وسام بيستلم الكورة